بدموع الفرح مولاي الحسن يستقبل المنتخب استقبال تاريخي. عاجل شكرا جلالة الملك محمد السادس بصوت 40 مليون مغربي. جلالة الملك يفاجئ سفيرة المغرب بالشيلي، وإليكم التفاصيل. معمى اليوم مطلب لجل الأندية الأوروبية، وبرشلونة يدخل على الخط بعرض مغري للغاية. أخنوش يهنئ المغاربة وأشبال الأطلس بالفوز، والبرلمان يدخل على الخط. الجامعة الملكية المغربية تعطي وهبي مهمة جديدة وتكريم عالي المستوى. بالبكاء والنواح مدرب الأرجنتين يقدم استقالته. برسالة مؤثرة الزابيري يهدي الفوز إلى زوجته، وإليكم معلومات تكشف لأول مرة. أيمن السبتي يوجه رسالة قوية لمن يعنيه الأمر، وإليكم ما قاله. الإعلام الجزائري بصدمة حقيقية، الصمت بشكل كامل. مفاجأة من العيار الثقيل، بن زايد يفاجئ المنتخب، وإليكم التفاصيل. مرحبا، معكم بالبيس باسل الشيك. إن شاء الله تكونوا بخير جماعة، بصحة وبسلامة. الاحتفالات طبعا ما زالت مستمرة بعد التتويج باللقب، والآن الاستقبال الكبير والغفير الذي سوف يحدث لأشبال الأطلس. دعونا نذكر بالضغط على زر لايك ليصبح هذا الفيديو 10,000 لايك وتصبح الفرحة فرحتين. لابد أن نبتدئ على الفور بهذه الصورة، هذه الواقعة التي لا تحدث إلا داخل المملكة المغربية. المنتخب المغربي يكرم سائق الحافلة بعد التتويج بكأس العالم للشباب. إنه الاستثناء المغربي، لا يفعلها إلا المغاربة. فما هي الحكاية؟ لم يكن وراء كواليس التتويج أحد أكثر تأثيرا على لاعبي المنتخب المغربي من سائق الحافلة للشيلي الذي رافقهم من مباراة إلى أخرى طوال البطولة. بعد لحظة الفرح التاريخية وقف المنتخب المغربي للحظة قصيرة لكنها عميقة، حيث التقطت الكاميرات صورة لسائق الحافلة وحده ممسكا بكأس العالم للشباب 2025 فور خروج اللاعبين من الملعب قبل إعادتهم إلى الفندق. أتعلمون ما معنى هذه الرسالة التي أرسلها شباب المغرب؟ إنها رسالة إنسانية مؤثرة للغاية، لحظة بسيطة تكشف الكثير عن قيم الامتنان والإنسانية، إذ لم يكن التقدير مقتصرا على اللاعبين أو الجهاز الفني، بل شمل كل من ساهم بجعل البطولة تجربة استثنائية للفريق المغربي. لذلك اللاعبين لم ينسوا أبدا سائق الحافلة. وأيضا لابد أن نسلط الضوء على أن الإعلام الأوروبي الآن يكرم أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واصفا إياها مصنع الأبطال بالمغرب. نعم، هذه الأكاديمية من بين الأفضل بالعالم، لأننا نتحدث عن أكاديمية محمد السادس التي لطالما أخرجت اللاعبين المغاربة والجواهر النفيسة. وها هو الكاف يدخل على الخط ويقول: أشبال الأطلس كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب وإلهموا شباب أفريقيا. والكاف يؤكد على أن المغرب لا يفوز فقط بالمباريات بل يعطي الدروس. 3 رسائل تاريخية ومكاسب حصل عليها المغرب بهذا الفوز. أولها إن المنتخب المغربي كتب التاريخ بعد أن أصبح أول منتخب عربي يحقق اللقب العالمي، وقدم عروض أكثر من رائعة على مدار هذه النسخة، هكذا قال الكاف. ثانيا، هذه المكتسبات تساعد على تثبيت المغرب كقوة كروية عالمية. إذن نحن نتحدث عن انتصار كبير للغاية، وها هي جامعة الدول العربية
تحتفي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي وتحتفل مع أشبال الأطلس وفنانين عالميين، منهم رامي عياش حبيب المغاربة الذي لديه مطاعم داخل المغرب. هنأ المنتخب أيضا ووعد أن يغني أغنية خاصة للمنتخب المغربي للأشبال. زد على ذلك الفنان المصري هاني شاكر بدوره أكد على فرحته الكبيرة بما فعلوه المنتخب المغربي. أما خليل البلوشي قال: وسعوا الطريق للأسود، المجد يكتب اليوم بحروف مغربية. طبعا خليل البلوشي لطالما وجه الدعم بكل فترة وحين للمنتخب المغربي، سواء الأسود أيام مونديال قطر وسواء الأشبال. ولأن بعض المعلقين يحاولون أن يركبوا موجة الانتصار، اسمعوا ماذا قال أيمن السبتي: مخطئ من يظن أن الرياضة مجرد له جماعي، وشكرا للأشبال على الفرحة التي كتبتوها رغم أعين الحاسدين. لا ننسى معلقي قنوات بين سبورت الذين صوتوا ضد أبنائنا وخرجوا الآن من أجل أن يحتفلوا معنا. أيمن السبتي سلط الضوء على هذه النقطة الحساسة للغاية، وأكد أن المغاربة لا ينسون أبدا من وقف معهم ومن وقف ضدهم. أتعلمون أن جيل كأس العالم للشباب اليوم أصبح قاعدة صلبة لتجديد المنتخب الأول؟ نعم، اليوم ظهر لدينا جواهر نفيسة جديدة داخل كأس الشباب، كأس العالم الذي فزنا فيه على الأرجنتين. لذلك سوف يتم ضخ أسماء جديدة بالمنتخب الأول. أصبح لدينا قاعدة صلبة للغاية. ها هي رسالة من ياسين بونو أتت، فماذا جاء فيها؟ هنأ ياسين بونو أشبال الأطلس وأكد لهم على أن مباراتهم كانت تاريخية. قال: ألف مبروك للمنتخب المغربي، لأقل من 20 سنة شرفتونا كثيرا، تبارك الله عليكم دايما المغرب. خصيصا أن ياسين بونو كان يحلم بكأس العالم أيام مونديال قطر، وأكد على أن الأشبال صنعوا هذا الحلم الآن. الجميع يعلم أن كأس العالم بمونديال قطر كان مغربي، لكن الظلم التحكيمي والاتفاقيات خلف الكواليس هي التي جعلت الكأس يذهب، والآن حققناه من جديد بالشيء. وبما أننا بدأنا الحديث عن الأسماء الكبيرة، معمة، أتعلمون أن عثمان معمة دخل تاريخ كأس العالم للشباب بعد مارادونا وميسي وبوغبا وغيره؟ معمة اليوم يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وهناك أندية أوروبية باتت تترصد هذا اللاعب. برشلونة يضع عينه على الظاهرة المغربية معمة، ويستعد برشلونة لدفع مليارات الدولارات لكي يصفر بهذا اللاعب. خصيصا بات هناك تنافس كبير عليه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وهي برشلونة دخلت على الخط. المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي نصحوا ابنهم ألا يذهب إلى باريس سان جيرمان، لأننا شاهدنا ماذا فعلت باريس سان جيرمان بابننا أشرف حكيمي بالآونة الأخيرة. لذلك شجعوه أكثر باتجاه برشلونة. ومن معمة إلى زابيري الذي وصل رسالة مؤثرة وأهدى الفوز إلى زوجته. فما القصة؟ أتعلمون أن زابيري سلط الضوء على شيء مهم للغاية، زوجته التي رافقته بكل المباريات التي أجراها من بداية المونديال. زد على ذلك أكد على أن زوجتي لها فضل كبير بدعم معنويا داخل الميدان، والفرحة كبيرة داخل منزل زابيري، خصيصا أن زابيري أيضا سجل اسمه بحروف ذهبية. ووهبي دخل على الخط ليؤكد أن الزابيري شدد على ضرورة مشاركته مع المنتخب المغربي، حتى أنه تحدى مدرب ناديه البرتغالي. والزابيري حصل على الموافقة للعب مع المنتخب المغربي بعد مفاوضات عديدة مع مدرب ناديه البرتغالي. هذه معلومات تكشف لأول مرة الآن، وهبي هو الذي يكشفها. وبما أننا نذكر هذا الاسم الآن، وهبي الذي لمع منذ بضعة أشهر بسبب النجاح الكبير بالمونديال، الجامعة الملكية المغربية
تتجه لتكليف وهبي بقيادة المنتخب الأولمبي نظرا إلى ما فعله من إنجاز وملحمة وطنية تاريخية بالشيلي. وعندما نشاهد هذا التكريم وهذا الإنجاز لابد أن نقف عندما يحدث بالأرجنتين ونقول باي باي للمدرب الأرجنتيني الذي كان يقول إن منتخب بلادنا لا يهزم. ها هو المنتخب الأرجنتيني يخسر المدرب يقدم استقالته، لم يتحمل هذه الهزيمة المذلة أمام أشبال الأطلس فقدم الاستقالة ورحل. أيضا لاتينيين يسخرون من المنتخب الأرجنتيني بعد الخسارة بنهائي المونديال أمام المغرب قائلين قبل المباراة كانوا يتحدون، بعد المباراة خرجوا باكين ووضعوا هذه الصورة التي يتم نشرها بشكل كبير الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. هنيئا لنا بهذا الانتصار التاريخي ومبروك علينا جميعا، وشكرا للاعبينا الذين رفعوا رأسنا عاليا. ولا ننسى أيضا تواجد فوزي الأقجع وأيضا بوريطة الذين شهدوا على هذا التتويج. بما أننا ذكرنا ناصر بوريطة والأقجع، الآن نعلن لكم خبر أن البرلمان يحتفي بأشبال الأطلس والأقجع يؤكد نريد شبابا متشبعا بثقافة الانتصار. إذن البرلمان وقف بأكمله تحية لإنجاز المنتخب المغربي، وأخنوش دخل على الخط وبارك لجلالة الملك محمد السادس ولكل المغاربة بهذا الفوز التاريخي، حتى أن بعض المغاربة لاحظ على أن أخنوش بات يهنئ بشكل مستمر بنجاحات المنتخب المغربي، وهذه كانت ملاحظة يجب الوقوف عندها. إذن أخنوش اختار أن يهنئ جميع المغاربة، زد على ذلك يشاركهم الفرحة. بن زايد أيضا دخل على الخط وارسل رسالة تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، وأكد بن زايد أن تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم هو شرف لنا جميعا. وما أجمل هذه الرسالة التي أتت من بن زايد، وأيضا الرسالة التي أتت من بن سلمان الذي أكد بدوره على أن هذه الفرحة يستحقها لاعبي أشبال الأطلس. وبما أن الفرحة كبيرة واللاعبين شاركوا فرحتهم مع سائق الحافلة وقلنا أن هناك جوائز وزعت، لابد أن نقف عند موضوع مؤثر للغاية. جلالة الملك محمد السادس وسفيرة المغرب بالشيلي، هذه السفيرة ليست مجرد دبلوماسية بل إنها بطلة مغربية. هذه السفيرة أثبتت على أن الأم المغربية تحضن أبنائها، وهذه السفيرة ما فعلته داخل الشيلي يثبت ما نقوله. اسمعوا ماذا فعلت هذه السفيرة. سفيرة المملكة بالشيلي أبهرت الجماهير المغربية بالضيافة المغربية وفق العادات والتقاليد المغربية. زد على ذلك وفرت اللحم الحلال وسط أجواء احتفالية استثنائية، وأي مغربي كان يدخل الشيلي تستقبله هذه السفيرة، حتى أن اسمها اليوم لمع بأصداء المغرب. سفارة المغرب بالشيلي ذبحت عجل لاستقبال المغاربة ببادرة غير مسبوقة لم يفعلها أحد. سفيرة المغرب بالشيلي ماذا فعلت؟ كتبت اسمك بحروف ذهبية وجميع المغاربة اليوم 40 مليون مغربي يتشكروك. أنت أم المغربية التي أثبتت على أن الأم المغربية تحضن أبنائها أينما كانوا. زد على ذلك لابد أن نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، على أن هناك تقارير تؤكد أن هذه السفيرة المغربية بالشيلي سوف يتم تكريمها بوسام ملكي. وما أجمل هذا الخبر الذي سمعناه الآن. وبما أننا شاهدنا التكريم من سائق الحافلة للسفيرة، وأيضا لابد أن نقف الآن عند اللاعبين. مباشرة بعد التتويج عودة أشبال الأطلس أبطال العالم إلى أرض الوطن، ومن لحظة وصولهم المطار بدأت الأهازيج والاحتفالات واستقبال شعبي كبير كان بانتظار اللاعبين أول وصولهم للمطار، لأن الفرحة
كبيرة للغاية وما زالت تعم أرجاء مدن المملكة المغربية. أفادت مصادر مؤكدة أن أشبال الأطلس سوف يحصلون على استقبال من ولي العهد مولاي الحسن، خصيصا أن هذا الخبر تصدر للترند داخل مواقع التواصل الاجتماعي. وما أجمل عندما نسمع هذه البادرة الجميلة والأكثر من رائعة، مولاي الحسن يستقبل أشبال الأطلس. تتذكرون أيام مونديال قطر كيف أن جلالة الملك محمد السادس استقبل اللاعبين؟ اليوم نحن نرى أخبار وأنباء تؤكد على أن مولاي الحسن سوف يستقبل أشبال الأطلس. ولا ننسى يوم التتويج ويوم الفرحة، كيف أن مولاي الحسن نزل للشارع ليلا وشارك جل المغاربة هذه الفرحة الكبيرة. لابد أن نعترف، الفرحة كبيرة من طنجة إلى الكويرة، والفرحة لن نكتفي بها بيوم واحد، بل سوف نبقى شهر كامل محتفلين بهذا الإنجاز التاريخي، حتى أن الجميع وافقنا ليلة الأمس على أن يصبح يوم الأحد عطلة وطنية رمزية لهذا الفوز الكبير بكأس العالم وبالتتويج الذي كتب بحروف ذهبية من أبناء المملكة المغربية. فهنيئا لنا جميعا هذه الأنباء، وهنيئا لنا بالانتصارات المتتالية. من وصل معي لهذه النقطة الحساسة بالفيديو يرجى الضغط على زر لايك ليصل هذا الفيديو لأكثر من 10,000 لايك، والفرحة تصبح كبيرة وتعم كل الأرجاء. حفظ الله المملكة المغربية، كل الحب وطن. السلام. نشيدنا على دوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فداء الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.